بيبدأ الفيلم وقت الحرب العالمية التانية، وبنشوف البروفيسور بريسون وهو بيقفل مذكراته بقفل غريب جدا، وبيدي المذكرات دي لجوز بنته، وبيروح لحفيدته وبيديها قلادة شكلها جميل، وبيودع بنته اللي هي بتكون حزينة وبتسيبه وبتمشي هي وزوجها، وبياخدوا العربية وبينطلق. وبعد شوية بيوصل عربيتين للبيت وبينزل منهم جنود، والجنود دول بيحاصروا البروفيسور بريسون، وواحد منهم بيطلب منه انه يسلمهم حاجة معينة، لكن البروفيسور بيرفض، وساعتها الجنود بيقتلوه. وبنروح للعربية اللي فيها الزوج والزوجة والبنت الصغيرة، وساعتها بتيجي عربية بتطاردهم وبتهاجمهم، والجنود اللي جواهم بيحاولوا يقلبوا العربية بتاعتهم. فالزوج والزوجة بيبصوا للمذكرات وبيفهموا انها السبب، وساعتها الزوج بينطلق بأقصى سرعة بالعربية، وده علشان يهربوا، لكن للأسف بيخبطوا في عربية ثانية والعربية بتاعتهم بتتدمر. فالشخص اللي كان بيطاردهم بيروح للعربية بتاعتهم عشان ياخد المذكرات، لكن ما بيلاقيهاش، وبيلاحظ ان كل اللي في العربية ماتوا ما عدا البنت الصغيرة، فبياخد منها القلادة وبيهرب قبل ما حد يشوفه. وفي مكان بعيد بنشوف المذكرات اللي بتبقى مرمية وسط الأشجار، وبتعدي الأيام والسنين وبنشوف المتاحف العالمية فيها المذكرات، وبنعرف هنا ان مفيش ولا شخص قدر يفتح القفل اللي على المذكرات، وان اللي قدر يعمل كده فهو اكيد هيوصل لكنز عظيم جدا. وفجأة بيظهر واحد من الحراس معاه كارت مكتوب فيه ان لوبين الثالث هيسرق المذكرات النهارده، فبينصدم كل اللي موجودين وبيقرروا انهم ينقلوا المذكرات من هنا. وقبل ما رئيس الحرس بياخد المذكرات ويمشي، واحدة من الحراس بتمنعه وبتشتكيه وبتقبض عليه، وبتقول لكل الموجودين ان ده لوبين الثالث وبيحاول يسرق المذكرات. وبيجي المحقق كمان وبيمسكه، وساعتها لوبين بيخرج غاز من ايديه وبيتعلق في النجفة وبيتسحب وبيورينا وشه الحقيقي وبيهرب، وطبعا قبل ما حد يقبض عليه. فالمحقق كان بيطلب من البنت انها تودي المذكرات للمكان امان، وكمان بيبعت معاها واحد من الشرطة عشان يحميها. وبمجرد لما بيكونوا لوحدهم البنت بترش على الشرطي مخدر وبتهرب، وبعد كده بتطلع على السطح عشان محدش يشوفه. وفجأة المذكرات بتتسحب منها بسنارة، وبتكتشف ان لوين هو اللي عمل كده، فبتتعصب البنت الشرطي وبتحاول تضربه، لكن لوين كان بيحاول يتفادى كل الضرب بتاعها بكل سهولة، واثناء وهي بتاخد منه المذكرات كانت هتقع من على السطح، لكن لوبين هنا كان بيلحقها على اخر لحظة، وهنا بيغفلها ويسيبها ويجري وينط للمبنى التاني، لكن البنت هنا مش هتعرف تنط للناحية التانية. ولما لوبين كان بيتريق عليها كانت بتتسرق منه المذكرات، واللي كان بيسرقها بنت اسمها فوجيكو راكبة طيارة. وفجأة بيوصل المحقق والشرطة وبيحاصروا لوبين، لكنه بيقدر يهرب منهم، بس الشرطة هنا بتتصرف وترمي عليه شبكة وبيمسكوه. اما البنت اللي كانت عاملة نفسها من الحراس بتكلم جدها في اللاسلكي وبتقول له انها ما عرفتش تسرق المذكرات، فجدها بيزعق لها ويقول لها ان هي فاشلة، وبيقول لها ان هو اتصرف وسرق المذكرات بخطة تانية، وبيفهمها كمان ان الاتفاق اللي كان ما بينهم انتهى. وطبعا هنا بتتضايق. وفي مكان غريب بنشوف مجموعة من الجنود والعلماء، وبيجي الزعيم بتاعهم اللي اسمه جيرالد وبيطلب من لامبيرت انه يتكلم، وبنعرف هنا ان لامبيرت هو اللي كان عايز يسرق المذكرات من زمان، وبيفهمهم كمان ان اخيرا المذكرات هتكون تحت ايديهم، وبيفكرهم هنا ان المذكرات دي مقفولة بقفل استحالة ان هي تتفتح، وعشان يفتحوها لازم يفكوا اللغز بتاعها. وهنا الزعيم بيروح يقابل فيجيكو اللي بتفتح لهم الشنطة اللي فيها المذكرات وبتطلب منهم الفلوس، وطبعا لامبيرت بيبقى منبهر جدا من المذكرات وبيشرح لليجار ازاي هيقدروا يفتحوها. اما فيجيكو بتاخد شنطة الفلوس وبتودعهم عشان خلاص هتمشي، وقبل ما بتمشي جيرالت بيكتشف ان في جهاز تعقب جوه الشنطة وبيطلب من الحارس انه يقبض على فيجيكو. وفي مكان تاني بنشوف مجموعة كبيرة من العربيات بتاعة الشرطة محاصرين باص، وجوه الباص ده بيبقى موجود لوبين والمحقق، وطبعا المحقق بيكون فرحان لما رسم على لوبين بقلم على وشه لانه اخيرا قبض عليه. وكمان الشخص اللي موجود مع المحقق بيفكر لوبين بان لا بابا ولا جده قدروا يسرقوا مذكرات بريسون قبل كده. وفجأة بتوصل عربية بتجري بسرعة كبيرة وبتعدي من كل عربيات الشرطة وبتطلع قدامهم وبتلف وبترجع بظهرها، والسواق اللي جوه العربية بيضرب طلقة بتفرقع كاوتشات عربيات الشرطة وبتخليهم يخبطوا في بعض، وكمان بيضرب طلقة بتوقع اليافطات اللي في الشارع فبتقع على الباص وبيتخبط وبيطير. وساعتها بيخرج الشخص من العربية ويقف فوق العربية ويستخدم السيف بتاعه ويقسم الباص نصين. فلوبين هنا بيودع المحقق وبينط في العربية التانية، وهنا كان بيلوم اصدقائه انهم اتأخروا عليه، والاتنين اللي قاعدين ورا في العربية دول كمان حرامية، وهنا بيطلب منهم انهم يساعدوه عشان يرجع مذكراته للبروفيسور، بس هم كانوا قاعدين بيقولوا له ان المذكرات دي مش هتوصلكم لاي كنوز. وبنروح لجيرار ولالبرت اللي اخذ القلادة من البنت الصغيرة وبيفتحها وبيطلع منها مفتاح وبيحاول يفتح صندوق المذكرات، لكن المفتاح هنا ما فتحش، وكان بيستغرب لامبرت وبقى مش عارف يعمل ايه وبقى بيتعصب عليهم جدا. وبنرجع للبنت اللي فشلت في سرقة المذكرات وهي حزينة وهي ندمانة بسبب اللي عملته، وفجأة بتكتشف ان لوبين موجود معاها في البيت، فبترمي عليه الشوز هنا وبتسأله انت عرفت مكاني منين؟ فهنا لوبين رمالها الجزمة تاني، فاكتشفت جهاز التجسس كان زرعه في الشوز، وقعد يتفرج على المكان
مكان وسألها على انها لو عايزة تاخد المذكرات عشان تعرف توصل للكنز، وبينبهر لما بيعرف ان هي عايزة تكون عالمة آثار وكمان عاملة اكتشافات كتير عن المعالم القديمة. وبالصدفة لوبين بيشوف صورة للقلادة وبيخرج قلادة تانية شبهها، وبيقول ان القلادتين دول مع بعض يكونوا مفتاح عشان يفتحوا الصندوق. فبتنبهر البنت هنا وبتسأله انت ازاي جبت القلادة دي، فبتشك ان هو سرقها. فبيقول لها هنا ان انا ورثتها من جدي، وسألها على انها لو تعرف مكان القلادة الاولى. فهنا بتسيبه وبتدخل الحمام وبتطلع اللاسلكي وبتتكلم مع جدها وبتعرفه ان في جزء تاني من المفتاح، والمفتاح ده موجود مع لوبين. فجدها هنا طلب منها انها لو عرفت تجيب المفتاح هيديها فرصة تانية، وبيطلب منها انها تستدرج لوبين وتجيبه لمكانهم. لكن البنت هنا كانت مترددة وبتخرج هنا وبتحاول تقول له ان هي عارفة مكان الجزء الاول من المفتاح وكمان مكان المذكرات مقابل ان هو يساعدها بفتح القفل. وبتوري له المجلة اللي مرسوم عليها البروفيسور وبتعرفه انها نفسها تكون زيه، وبتعرفه كمان ان الجيش الالماني قتلوه عشان رفض يعرفهم مكان المذكرات بتاعته. ولما لوبين لقاها متحمسة عشان تفتح المذكرات فبيقرر ان هو ينضم لها وبينطلقوا مع بعض. وبالليل بقى بنشوف سفينة في نص المية وموجودين فيها لوبين وليسيا مستخبين جوه، وان ليسيا بتأكد للوبين ان السفينة دي هتوصلهم لمكان المذكرات والجزء التاني من المفتاح. وبعد شوية السفينة بتقف والحراس بيضربوا إشارة ضوئية، وبينبهر لوبين لما بتيجي طيارة وبتنزل على سطح المية. وبعد كده بيتسللوا وبيدخلوا للطيارة من غير ما حد يحس بيهم، وبيشوفوا لامبيرت وهو بيقفل الخزنة اللي فيها المذكرات وبعدها بيمشي هو واللي معاه. وساعتها ليتيسيا بتروح للخزنة وبتقول للوبين يلا حاول يفتحها، فساعتها بيستغرب بكل المفاتيح دي، ومع ذلك فتح الخزنة بسرعة. وأخيرا لقوا المذكرات وكانوا فرحانين جدا بوجودها. وفجأة بيسمعوا صوت حد جاي عليهم فبيروحوا يستخبوا بسرعة. وهنا لوبين بيفتح القلادتين وبيخرج المفتاح وبيفهم ليتيسيا انهم برضو مش هيعرفوا يفتحوا القفل، وده طبعا عشان معهمش كلمة السر. فهنا ليتيسيا بتحط المفتاح في الصندوق فبيجي لها مؤشرات ان في قنبلة في المكان، فبتتعصب عليه وبتقول له انت ليه ما قلتليش. وفجأة هنا بتجيله فكرة فبيحط المفتاح وعلى آخر ثانيتين بيقدر يوقف العد التنازلي وبيفتح القفل وبينبهر ان الصندوق اتفتح. وهنا ليتيسيا كانت بتقرا المذكرات وعرفت ان هي مش هتوصلهم لكنوز بس هتوصلهم لحاجه اسمها الاكليبس. وبتشرح له هنا ان الاكليبس ده من الحضارات القديمه اللي بيقدر يولد طاقه غير منتهيه، وان المكان اللي فيه الاكليبس ده موجود في مكان معين في صحراء المكسيك، وان المكان ده محمي ب3 اختبارات، وانهم لو حلوا الاختبارات دي هيقدروا يدخلوا للمعبد وياخدوا الاكليبس. وهنا لوبين بيخرج للحراس اللي بيحاصروه بكل الاسلحه من كل مكان، وهنا الزعيم كان منبهر جدا بيه لانه قدر يفتح القفل. وهنا ليتيسيا بتروح تدي الكتاب لامبرتي اللي هو يبقى جدها، وبعد كده جدها امر الحراس يكتفوا لوبين ويطلعوه بره. وبعد كده ليتيسيا راحت لجدها وبتقول له انا عملت اللي انت طلبته مني، وبتترجاه انها تدرس في جامعه بوسطن افضل جامعه متخصصه في علم الاثار. وهنا بتوري له جواب القبول للجامعه وبتعرفه انها بعتت لهم الابحاث بتاعتها وهم وافقوا عليها. فبيتعصب جدا جدها عليها لانها عملت كده من وراه من غير ما تقول له، وكان دايما بيفكرها ان هو اتبناها من الملجأ وهو اللي رباها وكبرها. فهي هنا كانت بتعتذر له وتقول له انا مش عايزه اسرق تاني، انا عايزه اكون عالمه اثار زي البروفيسور. فجدها هنا هدى شويه وقال لها البروفيسور والناس اللي معاه لما يخلصوا المهمه دي هيخلوها تنضم للجامعه بتاعت بوسطن. فبتفرح هنا ليتيسيا وبتسيبه وبتخرج. وبعد كده الطياره بتنطلق وبتطير على سطح البحر، وهنا الحراس بياخدوا لوبين وبيكتفوه جنب فيجيكو. وهنا بتفك نفسها وبتضرب الحراس وبتغير هدومها وبتسيب المفتاح للوبين على واحد من الحراس، وبتروح تركب الطياره الشراعيه وبتفتح الطياره الكبيره وبتودع لوبين وبتخرج من الطياره وبتنطلق. ولما الحراس بييجوا لوبين بيضربهم وبيفقدهم الوعي، وبعد كده بيتسلل ويسمع لامبيرت وصاحبه وهما بيتكلموا عن الاكليبس، وبيفهم من كلامهم ان هم عايزين يستخدموا الاكليبس كسلاح علشان يقدروا يسيطروا على العالم. وفجاه بيحسوا بصوت حد بره، ولما بيفتحوا الباب بيلاقوا ان ليتيسيا هي اللي كانت بتتصنت عليهم، وبتروح للامبيرت وبتقول له انت كنت بتستغلني مش اكتر. وهنا جيلارت بيستغل كلامها معاه وبيخدرها، فبيروح يفتح باب الطياره وبيقول له احنا لازم نرميها عشان هتتسبب لنا في مشاكل كتير لو سبناها. وطبعا لامبيرت كان بيرفض انه يعمل كده، فبيروح شددها منه وبيروح راميها من الطياره. وطبعا لوبين بيخرج من مكانه بسرعه وينط من الطياره عشان يلحقها. وفجاه بتيجي هنا بوجيكو بالطياره عشان تلحقهم، وبالفعل لحقتهم على اخر لحظه. لكن لامبيرت هو اللي معاه كان بيطاردهم بالطياره الكبيره، وكمان واحد من الجنود بيستخدم مدفع وبيضرب عليهم نار. لكن بوجيكو كانت مهاريه، كانت بتعمل اكشن، كانت بتحاول تبعدهم عنهم باي طريقه. وبتيجي العربيه الصفراء اللي من تحت دي وبتحدف نفسها عليهم وبتاخدهم وتجري. وطبعا الطياره الشراعيه هنا بتنفجر، وكمان الطياره التانيه بتهاجمهم فبتدمر العربيه بتاعتهم، فبتسيبهم في الاخر في الصحراء لوحدهم. وهنا ليتيسيا بتقول للوبين ما ينفعش البرت يستولى على الاكليبس، فلوبين هنا كان بيحاول يهديها عشان يعرف يفكر. وهنا بتجيله فكره وبيقول لاصحابه انا اعرف شخص لو قلت له تعالى هيجي لي مهما اكون فين.
بيروح يشغل اللاسلكي بتاع العربيه وبيتصل بحد هو عارفه، وبعد شويه بتوصل الطياره اللي فيها المحقق اللي اخيرا هيقبض على لوبين وهو واقف وسط الصحراء. وبعد شويه بنشوف ان الطياره موجوده في محطه وقود في المحيط الاطلسي، وبتتكلم ليتيسيا مع لوبين وهي حاسه بالذنب وما كانتش فاهمه هو ليه جدها كان بيستغلها. لوبين كان بيفكرها دايما ان ده مش جدها الحقيقي، وان هو اتبناها مخصوص عشان هي الوريثه الوحيده الحقيقيه للمذكرات. وهنا لوبين عشان يثبت لها كان بيعرفها ان كلمه السر كانت ليتيسيا على اسمها، فهنا بتستغرب ليتيسيا على ان اسمها كان كلمة السر. فهنا بيقول لها معنى كده ان البروفيسور بريسون هو جدك الحقيقي، فبتتفاجئ جدا هنا. وكمان بيأكد لها ان هي ورثت حب الآثار من جدها زي ما هو كمان ورث حب السرقة وحل الألغاز من جده. وبنروح لجيلارد اللي بيتعصب جدا اول ما بيعرف ان المذكرات اللي معاه مزيفة وان لوبين هو اللي سرقها. وبنرجع للوبين اللي بيهدي ليتيسيا وبيوريها المذكرات اللي سرقها وده قبل ما ينط، فبتفرح ليتيسيا بيه قوي هنا وبتحضنه. وهنا لوبين بيبص للكتاب وبيفتكر وهو صغير كان شايف نفس الشكل ده على الكتاب، فمعنى كده ان جده هو اللي صنع الكتاب، وبيوريها شكل العلامة اللي عليه. فبتنبهر هنا وبتفهم ان جدها وجده كانوا اصدقاء من زمان، وبيروحوا ياخدوا هنا الطياره وبينطلقوا. وهنا لامبرت موجود في صحراء المكسيك، وده المكان اللي فيه مكان المعبد اللي موجود فيه الاكليبس. وهنا بيدمروا الصخره اللي موجوده على الباب عشان يستكشفوا المكان اكتر. فهناك بيلاقوا نفق نازل تحت الارض، فبيطلب البرت من حد من الحراس انه ينزل النفق ده. فما مجرد ان الحارس بيعمل زي ما هو عايز الجاذبيه بتزيد، فبتضغط عليه لحد لما الحارس ده بيختفي. وساعتها هنا كلهم بيفهموا انهم مش هيقدروا يوصلوا للاكليبس من غير المذكرات. فهنا بيقول له فودو احنا لازم ننسحب. وفي مكان قريب منهم بنشوف جيجا اللي كان بيتصنت عليهم، وهنا فعلا بيشوفوا الطياره وهم بينسحبوا وماشيين من المكان. وهنا لوبين وهو وكل اللي معاه بيدخلوا المعبد وبينبهروا بكل حاجه بيشوفوها. وهنا بيرمي السلاح بتاعه داخل الميه وبيعتبر كده ان ده اول اختبار قدر يحله. وبالصدفه جيمون بيلاحظ ان في واحده من العيون مش موجوده في مكانها، وساعتها هنا بيفهموا الكرات الكتير اللي حواليهم دي اكيد واحده منهم مفقوده. ولما جيجون بيقرب من الحيط بيفقد جاذبيته وبيفهم ان الكرات دي هي السبب، وكمان بيلاحظ ان في كرة مختلفة عن الباقي. وبعد كده بيوصلوا لمكان نيازك زرقاء مضيئة ومش بيبقوا عارفين ازاي هيقدروا يحلوا الاختبار التاني. وبيقروا هنا في المذكرة فبيفهموا منها انهم محتاجين نيزك عشان يقدروا يعدوا للناحية التانية. وهنا بيمشوا لحد لما بيوصلوا للطريق بتاع الاختبار الاخير. وهنا بيقروا في المذكرة ففهموا ان ده اختبار الموت، يعني لو حد عدى من الطريق ده الليزر هيتعطل. وبالصدفة لوبين بيشوف ان قبعة جده موجودة على الجانب التاني من الاختبار، فبيتحمس هنا وبياخد الطاقية بتاعة جيجان وبيرميها في المكان. فلوبين هنا بينط جوه النفق اللي الساعه بتاعته فيها جزء من الليزر عشان يخرج من كل مكان. وبيفضل لوبين يتفادى الليزر بمهاره وبسرعه جدا، وده طبعا من غير ما يتاذى ولا يتصاب. واصدقائه من بره واقفين بيتفرجوا عليه وهم منبهرين بيه جدا. وهنا بيلاقي العجاز بتاع جده وبياخده وبيفضل يتفادى وبيخرج من المكان ده على اخر لحظه. وبيلبس القبعه بتاعت جده وهو فخور بيها وبيحطها على العجاز مع بعض. وبمجرد انه بيدخل مكان الاكليبس بيتفاجئ هنا ان جيلارد واللي معاه قبضوا على اصدقائه وجم وراه. وجالبرت هنا كان بيفهمهم ان هو كان بيخدعهم عشان خاطر بس يحلوا له الاختبارات، والحراس هنا كانوا بيكتفوهم وبيحاصروهم. وبعد كده بيروحوا لمكان الاكليبس اللي بيبقى شكله غريب جدا، ولامبرت بيطلب من ليتيسيا انها تديله المذكرات عشان يقدر يشغل الجهاز، وطبعا ليتيسيا بترفض. فهنا بيتنرفز وياخد منها جواب القبول بتاع جامعة بوسطن وبياخد منها المذكرات بالعافية. ولما بيقرا المذكرات بيعرف يشغل الاكليبس اللي مكون من أجنحة مضيغة من الفراغ. وبعد كده بياخد جيلارد وليتيسيا وبيتحكم في الاكليبس وبيخليه يطير بيهم وبيخرجوا من المكان اللي بيبدأ ينهار. فبيستغل لوبين الفرصة فبيحرر أصدقائه وبيجروا بسرعة. أما لامبرت واللي معاه بيخرجوا من تحت الأرض باستخدام الإكليبس وبيروحوا للطيارة. وهنا جيجان بيستخدم قناصة وبيدمر جناح الطيارة، وكمان جينو بيستخدم السلاح بتاعه وبينط على الطيارة وبيقطع الجناح التاني. وطبعا الطيارة ما بتقدرش تطير، فبيروح ألبرت الكليبس وبيحاول يشغله وبيحاول يكون أجنحة جديدة للطيارة عشان تعرف تطير. وساعتها لوبين بيحس بالخطر وبيطلب من فوجيكو تهربهم بسرعة من المكان. وبمجرد لما لامبرت بيحرك حاجة معينة في الإكليبس الإبرة بتخرج ثقب أسود صغير وبترميه على الأرض، وقبل ما الثقب ده يوصل على الأرض بينفجر وبيسحب كل حاجة جنبه من الأشجار والصخور، وبعدها بيختفي وبياخد معاه جزء كبير جدا من الأرض. بس من حسن حظ لوبين واللي معاه الطيارة بتاعتهم بعتت على آخر
اللحظة. اما لامبرت بيكون منبهر جدا بالقوة التدميرية للاكليبس اللي معاه، وهنا بيحرق المذكرات عشان محدش يقدر يشغل الاكليبس غيره، وهنا بيقرر يستخدم القوة اللي هو عارفها دي على العالم كله، وبيرجع يستخدم الاكليبس تاني وبيفهم جيلارد ان هو مش مهتم بالجيش النازي اصلا، وكل اللي عايزه اللي هو عايز يسيطر على العالم، وهو هيدمر الجيش النازي عشان يوري العالم قد ايه هو قوي. فهنا بتقوم خناقة بينهم هما الاتنين، خناقة من نوع قوي، فبتستغل ليتيسيا الموقف وبتحاول تدمر الاكليبس، بس جيلارد هنا قرر انه يضربها، لكن ليتيسيا ما اتأذتش بسبب ان ألبرت انقذها واخد الرصاصة مكانها. وهنا كان بيقول لها انه استغلها لكن بيحبها جدا، وهنا للاسف مات. تحزن ليتيسيا جدا عليه، وقبل ما جيلارد يقتل ليتيسيا بتجيله مكالمة في اللاسلكي، وعرف من خلال المكالمة دي ان هتلر حي وموجود في المقر بتاعهم اللي في البرازيل ومستنيه. فبيفرح جيلارد هنا جدا لانهم هيحكموا العالم. وبعد شوية هنا بنشوف ان الطيارة وصلت لجزيرة في وسط المية، وبيخرج جيلارد من الطيارة ومعاه ليتيسيا، وبيروحوا يقابلوا هتلر اللي فعلا بيلاقوه حي، وبيشكر جيلارد على انجازاته، وبيقول له بقوه الاكليبس هيقدروا اخيرا يسيطروا على العالم بالكامل. فبتستغل ليتيسيا انشغالهم وبتاخد المسدس اللي مع هتلر وكانت هتموته، وبالرغم من كده هتلر ما كانش خايف منها وبيفهمها انه عايز العالم كله يكون مثالي زيها. وساعتها جيلارد بيمسك ليتيسيا وبيطلب من الحراس ياخدوها ويمشوا. وهنا هتلر كان مبهور جدا بالاكليبس، حب ياخد لقطته، وعن طريق الاكليبس قدر يقوم من الكرسي المتحرك ويقف. فهنا بيستغرب يقول ازاي ده حصل، فهتلر هنا كان بيقول ان ده معجزه وان ده اختراع عظيم. ونروح لليتيسيا اللي بتكتشف ان الحارس جيجين وان المحقق وكل اصدقائها بخير، وكانوا بيفهموها ان خطه هتلر دي مش حقيقيه، وان لوبن هو اللي عمل نفسه هتلر. وبنروح لليجارد اللي بيكتشف ان هتلر هو لوبن، وبيهاجموا هنا وبيسالوا عن مكان هتلر الحقيقي. فلوبن بيقول له اكيد هتلر مات من زمان، وان الصوره اللي في ايدك دي كانت مجرد خدعه. وبيفضل ليجارد يحاول يهاجم لوبن طول الفتره دي، بس ليتيسيا بتفرح لما بتشوف ضوء وبتعرف ان لوبن لسه عايش. وبنرجع للوبن اللي بينزل بكره باستخدام الجاذبيه، وليتيسيا هنا بتحضنه وهي فرحانه، ولوبن هنا بيديها كره الجاذبيه وبيكونوا هما الاتنين فرحانين. فهنا اصدقائهم بتجيلهم بلانش، فبيطلبوا منهم انهم ييجوا يركبوا معاهم قبل ما المحقق يجي يقبض عليهم. وهنا اخيرا جالها طلب القبول من جامعه بوسط، وطبعا كانت فرحانه جدا. وبعدها بقى اخر حاجه بتودع اصحابها لان هم هينطلقوا وهي هترجع للجامعه وتعيش حياتها طبيعيه. وكده يكون فيلمنا خلص. قولوا لي بقى فهمتوا ايه من قصه الفيلم، ومستنيين فيلم ايه المره الجايه. وده كان ملخص فيلم Love in the First.